أنا الصادق في موتي حي. احنا كنا بنناضل عشان ما نأذيش أي مصري. صادق في قلبي الضيق بنناضل. أنا يا صاحبي احنا ايدينا تتقطع قبل ما تتمسكنا. صحيح. أنا صحيح. الدنيا عشان أنا حبيتك أيوة صح، لكن مش جاي. أنا مرتاح في قنديلي، أنا هنا حي. وها هو التاريخ يثبت ويؤكد أن قرار مبارك بتعيين الفريق السيسي مديرا للمخابرات الحربية كان في محله، لأنه التاريخ بيثبت أن فعلا هذا الرجل اليوم هو نفسه السيسي بتاع الأمس. الجيش لما نزل الشارع خلاص اتكلم على مصر كمان 30-40 سنة. عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة يؤدي دور الممثل العاطفي الذي يستجلب رضا الناس. أنا مش عايز أقول إنه جيش جامد وكبير وقوي، مش عايز أقول كده، بس أنا عايز أقول لكم ما تقلقوش أبدا على بلدكم مصر. إنه عولوا على الجيش وتاني يوم الصبح يكتب وائل الإبراشي وإبراهيم عيسى وبتاع الوفد. بنناضل بنحارب علشان ما نأذيش أي مصري. كويس؟ مصر هتفضل مصر. بنحبكم، مصر هتفضل مصر. وإحنا كله يكتب تاني يوم عولوا على الجيش، اعتمدوا على الجيش هو الأمل. الجيش لغاية دلوقتي هو المتماسك وهو الأمل. حضرتك الرسالة دي توجهها للمواطن ولا للجيش؟ أنا بوجهها نمرة واحد للجيش. عايز أقول لكم لما جيش مصر نزل حماكم وقعد 18 شهر ايده ما تمددش. أنا رويت بشرياني مداني ري. أنا يا صاحبي اوعى دمي يبقى مي. أنا يا صاحبي مش ميت، أنا هنا حي. ركز أبوس إيدك، الجيش إيده تتقطع قبل ما يمسكم. تحيا بقتلك حي. تعال وخش قنديلك تنور للي بعدك ضي. الناس ما انضرب رصاص حي خرطوش، ما رحمش كبير ولا صغير، ست ولا شيخ. جالنا حالات هنا في المستشفى، حالات مضروبه بدماغها، وحاليا حالات ميته دلوقتي كتير جدا استشهدوا، اكتر من 20 حاله استشهدوا، وفي 80 معتقلين في رصاص الصدر ورصاص البطن وفي الرجل. مفيش ادنى رحمه خالص، الرصاص كله في واحد طلب واحد قلت له ينفع تديني حمامة عشان تنفس؟ انا مش قادر، قال لي اطلع قدام. قلت له مش قادر اتنفس، قال لي اطلع قدام. قلت له مش هقدر، هموت خلاص. قال لي اطلع. فلفيت وشي فمسك الخرطوش وقعد يضرب فيا. إن شعبنا لا يقبل هذه الأحداث، ولم يتعود على مثل هذه المقتلة التي زادت بعد حصيلة اليوم على 100 قتيل، وأصبح الجرحى فيها يعدون بالآلاف. اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، اللهم إن هذا منكر لا يرضيك. أنا سبت لكم دخل علينا واحنا بنصلوا الفجر من جميع الاتجاهات. أنا حبيتك أيوة صح، لكن مش جاي. أنا مرتاح في قنديلي، أنا هنا حي. أنا يا صاحبي حبيت الرصاص الحي.
رصاصة قتل في دماغي فشفت الضي، أنا اللي جيت عشان أذوق هذا الحي. وربنا بيني وبينك، والموقف ده يشهد بيه قدام ربنا، واقف خصيمك امام الله بيه. اقسم بالله انا خصيمك امام الله بما تفعل وبما نفعل. نحن ما جينا الا ما جينا كل سلاحنا مصحف في ايدينا، بنقول عايزين ربنا يحكمنا بدينه. زي البسا والطابع بتمحي الضي، أنا يا صاحبي يا ميت أنا هنا حي. تعال وقل لي ميداني جهادي حي. تعال يا صاحبي خد تاري وتاري الزي، ده كل الشهداء زي الورد ملهم زي. حبيبي اوعى تنسى